نزلت بيكوا البحر وما حرمتكوش من حاجة. فيديو راحة نفسية للناس اللي بتحب الفلوجات، الخروج وراس البر والأماكن الحلوة اللي دايما بتقولولي صوريها كتير. النهاردة جايالكوا بيوم طبيعي جدا، خدتكوا معايا من أول المشوار لحد ما روحنا وعملنا ايه ورحنا فين وكل حاجة على الطبيعة. يعني انتوا مش هتسمعوا صوت تاني غير في الفيديو جوه. أهم حاجة حطوا لايك واشتركوا في القناة، فعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد، وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولو انت جايه لي من قناتي الكبيره عرفيني في الكومنتات، ولو انت شفتيني من خلال الفيديو ده واشتركت عندي من خلال الفيديو اكتبي لي انا جديده عندك، وعرفيني انت من اي بلد. وطبعا نورتيني وعلى راسي، وشكرا جدا ليكم ولحضوركم معايا. وللعلم بس ده طريق دخول راس البر، طريق الناحيه التانية اللي هو البيوت الملونه اللي جنب بعض، ده طريق او يعني منطقه اسمها العزبه. البيوت دي علشان منها للبحر، المحافظة طلبت منهم او عامة ده شيء اجباري يعني عليهم ان البيوت تبقى ملونة وشكلها زي ما انتم شايفين كده. والناس اصلا اللي هم في العزبة شغالين اكترهم في المراكب اللي انتم شايفينها مرصوصة دي. فيعني ما شاء الله المنطقة دي حلوة قوي قوي قوي. منظر المراكب لوحدهم خرافة، يعني الواحد لو وقف ما يشبعش من المنظر. هنا احنا كنا دخلنا راس البر، وده منتجع امواج. في بقى ايه اللي هو اكوا بارك جديده. هي لسه بصوا اللي هي لسه بتتأسس، بس شغلوها يعني جوه كل حاجه شغاله، بس لسه بقى ايه في حاجات بتكمل، يعني هي متغطيه زي ما انتم شايفين كده. دي حاجه جديده عامه. في جوه برضو اكوا بارك تانية، وفي حاجات كتير قوي حلوه. ويعني بصراحة في أماكن كتير تقدروا إن انتوا تدخلوا راس البر تعيشوا أجواء مختلفة خالص بعيدة عن الشواطئ والمراكب وكده. لا، في حاجات جوه كمان. المراكب دي برضو في مراكب تبقى يعني عارفين اللي هو خلاص بقالها كتير محطوطة منظر كده، سايبينها أثرية شكلها حلو قوي، في ناس بتيجي تتصور جنبها. ودي برضو ناحية العزبة. هنا بقى دخلنا على فيلا لراس البر. للأسف بيقولوا عليها عشش، يعني بيقولوا عليها عشش بس هي فيلل. راس البر بقى بجمالها وحلاوتها، ميزتها ان هي للغني والفقير، لأي حد يقدر يدخل راس البر ويستمتع باللي يقدر عليه. بجد كل حاجة اصلا ممتعة. انت لو قعدت في الشارع بس يعني كفاية، يعني ده لوحده كفاية. نزل يجيب لهم عوامتين من هنا. ليه معرفش، مع ان احنا مش هننزل كتير، هي كلها نص ساعة ومش هدخلهم جوه لان البحر اصلا اليومين دول بصراحة يعني خوف. ربنا يستر. عايزه اقول لكم ان احنا اتغدينا قبل ما نطلع، يعني اكلين الحمد لله، بس هننزل الميه هنطلع جعانين، دي حاجه معروفه. فمش عارفين احنا هنعمل ايه، بس ممكن نجيب بتنجان وجبن وعيش وحاجات زي كده ونروح ناكل بره، مع ان في باقي اكل بس هم مش هيبقوا عايزين ياكلوا من نفس الاكل اللي هم اكلوا منه قبل ما نمشي. المهم بقى انا لابسه العبايه من فوق المايوه، فالمفروض ان انا دلوقتي هقلع العبايه قبل ما ادخل الشط، علشان احنا مش مقدرين شمسيه ولا كراسي ولا اي حاجه. احنا نازلين جايين كده من بيتنا على البحر على طول. احنا بنعمل كده كتير، ولا بنأجر ولا بنعمل اي حاجه، بالذات لو جايين في وقت متاخر زي كده. بنيجي بنجيب البحر ننزل نطلع، يعني البس دي واسيبها في العربيه البسها واروح بيها. ولادي بيبقى لابس تيشيرت يقلعوا يطلع يلبس. مليكه بنلفها باي حاجه، ممكن بالطرحه دي مثلا او باي حاجه. ابراهيم نفس الكلام، تيشيرت كده يلبسه ونروح على طول بقى. بس هو ده اللي احنا بنعمله عامه في الطلوع اللي هي بتبقى السريعه دي. الجو بقى يا جماعه فعلا يستدعي نزول البحر، يعني وان انتي تقعدي وتنقعي نفسك فيه وما تطلعيش دلوقتي يعني بصراحه. مليكه جابت بطه واياد جاب البتاع الخضرا اللي في ايده دي، الاتنين ب150 جنيه. طب ليه؟ انا كنت شايفه ان الموضوع مش مستاهل، ان انا اصلا مش هسيبهم ينزلوا جوه من الاخر كده. انا عايزه اقول لكم ان لسه باقي على المغرب، والازاز مضلم الدنيا والاضاءه مش احسن حاجه بس لسه بقى على المغرب تقريبا نص ساعه او 3/4 ساعه فمش عارفين هنلحق ولا هيطردونا. في الوقت اللي زي ده الناس بتصفر، الراجل اللي بيبقى على البحر بيقعد يصفر ويخرج الناس من على البحر. انا مش عارفه بقى احنا هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ احنا مش هنلحق ننزل، مش هنلحق ننزل، احنا اتأخرنا.
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا رب هيقعدوا يرغوا نص ساعة ورداء ان نزلنا. حاضر. مليكة يا بنتي الهبلة. مليكة بطخ. مليكة بطة. البسها. طب وحيد ليه يا مليكة انت لسه صغيرة؟ ماما بيجي ما بحبش حد بس بحب البطة. ده ايه ده؟ مش عارفة ايه ده. البسها. مش عارفة البس. ليه يعني؟ ليه انت نونة؟ اركبوا يلا يا مليكة. الناس خارجة واحنا داخلين صلاة النبي. انا 10 دقايق وخد جامد. خد التذكرة واخد 10. يا اول واحد جاي عشان شوية الهوا دول. متهيألي ان هما يعني لموا الكراسي ونصبوا الحاجات بتاعت الكافيتيريا. يلا يا عم. لا خدها انت يا حبيبي، انا ما بحبش عوامات. ولا حطيت يا بطة. خدي يا مليك. خدي جوه. الميه صح؟ الميه ساقعة يا مليكة. انا قلت لكم بلاش دلوقتي. او بنتك مليكة دي هتخرج. خليك جرع بابا وينزل. ده بص يا لهوي، بس الميه واطيه النهارده بس برضه مخيفه كده. انزل يا بابا. بابا ما تنزل يا بابا. يا ابني الوقت هنزل انا. انت خايف ولا ايه يا اياد؟ مش طايقاها؟ لا كلم بنتك، ده بتقولك مش طايقاها. ده انت تدفع 100 جنيه. بتقولك مش طايقاها. البسها يا مليك. بص دي حلوة قوي يا مليك، ما بتتبدلش. قاعدة مش بتمشي. ايه؟ قاعدة بالعوامة. مش عوامة صح؟ بس العوامة دي. طين ما ايه؟ انا كنت قاعد مع السلامة. خلي بالك انت من عيالك. هو انت رايح فين؟ ادخل جوه معاهم. انا قربت اخدكم جوه البحر بس انا خايفه موجة تعلى وتاخدني بالموبايل، تبقى ايه يعني؟ تبقى حظ حلوه قوي. ايه البتاعه دي؟ مليكة تعالي هنا. اياد
جريت ادخل الموبايل هنا، انا جريئه قوي بس الميه واطيه عشان كده. الدنيا حلوه، الدنيا حلوه، الميه حلوه. يا رب الموجه ما تيجي عليا يا رب يا رب. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ العيال فين؟ يا لهوي بقى. بص انا في عرض البحر. فين؟ هما فين؟ هما فين؟ هما هناك اهو. ده احنا اتطورنا على الاخر. يا لهوي يا رب الموجة عالية ما تيجي يا رب يا رب يا رب. الموجة جت عليا. يلا بقى يلا. دخلنا لجوه شويه والميه بدات تعلى. يعني انا دلوقتي في نص البحر والميه بدات تعلى. مليكة اتشقلبت دلوقتي وراسها كانت تحت ورجلها كانت فوق. لولا ستر ربنا ولحقنا الحمد لله. التيشيرت اللي المفروض تلبسه بعد ما تخرج نزلت بيه مبروك عليه هتروح سقعان. الراجل اللي هناك ده بيصفر، اللي هناك ده اللي هو ده بيصفر دلوقتي عايزهم يخرجوا كلهم يخرجوا. وهنا ناس ما بتفهمش اهو بيصفروا ويفهموا الناس ناس تفكر. خلاص المغرب اهو خلاص الشمس غربت خلاص. يلا يا ابراهيم المية عالية يلا.
طياره، تحس ان هو رايق قوي جوه ومطير طياره. مش مشكله، الناس بتلعب كوره جوه. فين هم؟ الشمس ما بقتش حلوة. ليه العوامة عايزة ايه؟ ايوه اقطع لها الحته اللي في النص يا كريم. ماشي، عايزة ايه دلوقتي بقى؟ يعني طب يلا. طب يلا. والله انا عايز اروح طب انا بقول لكم احنا كنا جبنا هدوم وغيرنا هدومنا وقعدنا على الكافيتيريا بالليل وسهرنا بقى. يوم الجمعة بقى. يلا يلا يا لوكا عشان نيجي تاني يوم الجمعة. يلا يا بيه. يلا يا عيال. يلا يا مريم. في ناس نازله ابراهيم، لسه في ناس نازله. الراجل اللي بيصفر هناك ده انتوا مش مستنيينه خالص، هينزل يضربكوا والله. قبل كده ضرب حد. لا يلا يا عم، المية عليت اصلا. ده جوه هم عايزين يخشوا قانون النسوان. لا المية عليت. يلا يا وليه. يلا. خد يا اياد عشان البتاع اللي وراك دي تعالى. يلا. بقول لك يلا وليه. يلا يا عيني لونها تتبلي. لونها تتبلي يا حبيبي. سيبناهم عشان يعرفوا ان احنا خلاص ماشيين، ومش عايزين يخرجوا غير لما احنا بقى سيبناهم طلعوا. يلا يا عيال. دلوقتي خلاص شغلوا الكافيتيريا ورصوا الكراسي والترابيزات. دلوقتي بقى هيشغلوا اضاءة والشاشة ويشغلوا ام كلثوم. الذرة بقى والبطاطا والترمس، شغل الليل بقى هيشتغل دلوقتي. مش عارفة الأنابيب دي جاية منين، بس يعني في أنابيب. وأنا بشحت بالجيتار.